يا جماعة السؤال ده حرفيا مولع مجتمع بيس موبايل. ناس تقول تشيفشينكو افضل مهاجم قاتل قدام الجول، وناس تانية تقول حج ضيوف اسرع واذكى واسهل في الاختراق. لكن النهارده انا هحسم الجدل ده بالكامل. هقول لك مين الافضل في السرعة، انهاء الهجمة، الذكاء، التحركات، الاختراق، التسديد، اللعب الجماعي، وكمان مين اللي يستحق يكون المهاجم الاساسي في تشكيله. واوعى تعمل سكيب عشان في الفيديو في نتيجة صدمة حرفيا ممكن تغير رايك بالكامل. ولو بتحب محتوى بيس موبايل القوي اللي يفيدك ويخليك تكسب اكتر من ماتشات، اشترك في القناة وفعل الجرس ويلا بينا. نظر سريع كده على اللاعبين. اول واحد معانا اسطوره تشيفشينكو. اللاعب ده معروف انه مهاجم قاتل داخل منطقه الجزاء، تحركاته مرعبه، اول ما ياخد نص فرصه يحولها لجول. يعني من الاخر ده نوعيه المهاجم اللي الخصم يخاف منها طول الماتش. اما الحاج ضيوف فده مختلف تماما. لاعب سريع جدا، مراوغاته ممتازه، وتحسه بيهرب من الدفاع بسهوله بطريقه مستفزه. يعني لو بتحب المرتدات والهجمات السريعه فغالبا هتحبه جدا، وكلكم عارفين طبعا الكلام ده. لكن السؤال هنا، مين فعلا الافضل داخل الجيم بلاي او الماتش؟ يلا بينا. خلينا نبدا باهم حاجه اغلب اللاعبين بيدوروا عليها، السرعه. الحاج ضيوف هنا حرفيا وحش. اول ما يلاقي مساحه بيطير، خصوصا لو الخصم دفاعه متقدم شويه هتحس انه بيكسر الخط بسهوله جدا. اما تشيفشينكو فهو سريع برضه، لكن مش بنفس انفجار ضيوف. تشيفشينكو بيعتمد اكتر حاجه على التمركز والتحرك الصح، مش الجري بس. يعني لو انت لاعب بيعتمد على المرتدات، الباصات الطويله، الجري في المساحات، فالحاج ضيوف ممكن يناسبك اكتر. لكن لو لعبك هادي وبناء هجمه، تشيفشينكو هيكون اسهل. وقتي الانهاء قدام الجول، وهنا بقى تبدا الهيمنه الحقيقيه لتشيفشينكو. يا جماعه الراجل ده تسديداته مرعبه جدا، يمين جول، شمال جول، داخل المنطقه غالبا جول، حتى الزوايا الضيقه احيانا بيجيب منها اهداف مستفزه جدا. والحاج ضيوف انهاءه كويس، لكن مش بنفس ثبات شيفشينكو. اوقات تلاقيه بيضيع فرص سهله خصوصا تحت الضغط، ودي نقطه مهمه جدا، لان في الماتشات الصعبه انت محتاج مهاجم يجيب من انصاف الفرص. وفي النقطه دي الافضليه واضحه لتشيفشينكو. التحركات والذكاء، بصراحه تشيفشينكو هنا عبقري. تحركاته بدون كره ممتاز جدا، تلاقيه دايما واقف في المكان الصح، بيدخل بين المدافعين بطريقه ذكيه جدا. اما ضيوف تحركاته تعتمد اكتر حاجه على السرعه، يعني احيانا يكون ممتاز جدا واحيانا يختفي من الماتش. لكن تشيفشينكو تحسه دايما موجود في اللقطه المهمه، وده يخليه مهاجم مضمون اكتر خصوصا في الرانك العالي. رقم 4 المراوغه والتحكم. هنا الحاج ضيوف يبدا يرجع للمنافسه بقوه. مراوغاته ممتعه جدا، تحسه خفيف في الحركه، اللف والدوران والاختراق عنده ممتازين، وانتوا عارفين الحكايه دي كويس. هو اصلا جلتش في المهمه دي. اما تشيفشينكو فهو مش سيء، لكن واضح انه مهاجم انهاء اكتر من كونه مهاري. يعني لو انت بتحب الروجان، اللعب الفردي، الاختراق بنفسك، فالحاج ضيوف هيعجبك جدا. لكن لو انت لاعب عملي وعايز مهاجم يخلص الهجمه بسرعه، تشيفشينكو يكسب. ورقم 5 اللعب الجماعي وصناعه الفرص. الحاج ضيوف عنده ميزه جميله جدا، انه يقدر يتحرك على الاطراف شويه ويساعد في بناء الهجمه. اما تشيفشينكو فتركيزه الاساسي دايما انه يخلص الهجمه بنفسه. فلو عندك اجنحه قويه وصناع لعب ممتازين، تشيفشينكو هيكون افضل. لكن لو عايز مهاجم يتحرك بحريه اكتر، ضيوف هيكون مفيد وخفيف جدا معاك. يعني انا لسه بديك اقتراحات، وفي اخر الفيديو هقيم لك وهقول لك مين افضل مهاجم بالنسبه لي عن تجربه. يعني فلو وصلت لحد هنا صلي على النبي كده وادعس اللايك الجامد بتاعك. وصلنا لحد رقم 6، مين الافضل للمبتدئين؟ بصراحه الحاج ضيوف اسهل شويه للمبتدئين. ليه؟ لان السرعه في بيس موبايل بتساعد جدا، حتى لو لعبك مش احترافي تقدر تعمل فرص بسهوله خصوصا للمبتدئين. لكن تشيفشينكو يحتاج لاعب فاهم تحركاته وتمركزه وتوقيت التسديد. يعني المحترف غالبا هيطلع افضل نسخه من تشيفشينكو. ورقم 7 مين الافضل في الرانك العالي؟ وهنا اغلب المحترفين هيختاروا تشيفشينكو. ليه؟ لان الماتشات الصعبه بتحتاج مهاجم ثابت ذكي يجيب من اقل فرصه، وده بالظبط اللي بيقدمه تشيفشينكو. اما ضيوف احيانا يتاثر قدام الدفاعات القويه. ده رايي انا، فانت عندك الحريه التامه انك تقول لي رايك في التعليقات. رقم 8 الحكم النهائي. بعد كل المقارنه دي مين الافضل فعلا؟ لو بتحب السرعه، الاختراق، المراوغه، اللعب الممتع، فالحاج ضيوف هيكون ممتاز جدا ليه. لكن لو عايز مهاجم قاتل قدام الجول، ثابت ذكي يعتمد عليه في اي ماتش، فبصراحه هنا تشيفشينكو يتفوق. ومن وجهه نظري تشيفشينكو حاليا افضل مهاجم بينهم في بيس موبايل 2026، لكن بفارق مش ضخم جدا. يعني اختيارك النهائي يعتمد على اسلوب لعبك انت. ودلوقتي دورك انت، مين بالنسبه ليك الافضل، تشيفشينكو ولا الحاج ضيوف؟ اكتب رايك في الكومنتات، وعايز اعرف مين اللي عامل معاك شغل اقوى. ولو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك واشترك في القناه، لان الجاي اقوى بكتير. سلام.